السلام عليكم. إلى نقول لكم اسم جود ماذا يحيي لكم؟ غادي تقولوا لي كلكم جود الجمعية الخيرية. لا، خرجت جود أخرى كتستغل اسم ديال جود الخيرية لأغراض سياسية أو انتخابية. جود الثانية تابعة للحزب ديال أخنوش. كاين خلط عند الناس بين جوج جمعيات عندهم نفس الاسم جود، وحده اهدافها انسانيه، ثانيه اهدافها سياسيه. 5 سنين وهو كيتداول وكيأثر على السمعه ديالنا بشكل سلبي، واخا ما عندنا فيه لا نقاء ولا جمال. سميتي هند العيدي، رئيسه ومديره ومؤسسه ديال جمعيه جود من 2015، وهذا هو اللوغو ديالنا. جمعيه جود ديالنا فيها عدد كبير ديال المتطوعين من داخل المغرب وخارجه. مغاربه هدفهم الاساسي هو مساعده المتشردين، تخفيف معاناتهم على قدر المستطاع، وتوفير فرص شغل ومسكن اللي يحفظ كرامتهم. لا أؤمن أصلا بنجاعة سياسة الأحزاب في المغرب جملة وتفصيلا. كنآمن بالله الوطن الملك فقط، لا أنا ولا أي واحد معايا في المكتب. كنا دون انتماء سياسي، وكون المحسنين والشركات كيتيقوا فينا. فترة الكوفيد والحجر الصحي اللي كانت متقاربة مع الحملة الانتخابية اللي فاتت، السلطات المغربية كلفتنا بتوزيع المساعدات الغذائية في كل مناطق المغرب. باش يكون كل شيء واضح وشفاف، كنا كنخدموا بلوائح فيها اسماء المستفيدين مع رقم البطاقه الوطنيه، رقم الهاتف، وفي نهايه التوزيع القيد ديال الدائره المعنيه كان كيختم لنا اللوائح بالختم الرسمي. هاد اللوائح المختومه كانت هي الاثبات اللي كنقدموه لاي واحد كلفنا باش نوصلوا المساعدات ديالو للناس، والمعلومات اللي في داك اللوائح باش اللي بغاو هاد المحسنين يتاكدوا من صحه التسليم. في هاد الفتره تفاجئنا بوجود جمعيه وحده اخرى سميتها جود، كتوزع المساعدات بنفس الطريقه، كتجمع نفس اللوائح. بحيث كاينين شي اعضاء في هذه الجمعيه هذه الخيريه لقاو راسهم ما بين عشيه وضحاها محسوبين على حزب اخنوش. نعرفوا هاد الورقه اللي جاتنا ان احنا خدينا المعاونه من عند سيدنا، وجاو عندنا خداو من عندنا لاكارطات ودخلونا خويا لهذا الحزب، وحنا ما عرفناش هذا الحزب ولا شي حاجه. وناضت مدام هند العيدي بتقديم شكايه على هذا الاساس، انه كاين لبس في الاسماء، وانه الناس كيعطيو الاوراق ديالهم الرسميه يعني لاكارت ناسيونال وكل شيء على اساس انه جود الجمعيه الخيريه.